السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أصحابي وحبايبي في قناتكم دردشة مع الأهلي. طبعا النهاردة هنتكلم معاكم في شوية كلام مهمين يخصوا صفقات النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي تراجع في اللحظة الأخيرة عن صفقة محمد براهيم. وجهة نظر المدرب مستر موسوماني طبعا تحترم. هو شاف ان ناصر ماهر افضل من محمد براهيم، لاعب شاب، لاعب سريع، لاعب مهاري. ماشي، محمد براهيم لعيب كويس، بس برضه ناصر ماهر ابن النادي الاهلي، لاعب شاب، لاعب مجتهد، لاعب كويس. واديكم شايفين في الدور الثاني. في الدور الاول ما ظهرش بصوره يعني متوسطه، اما في الدور الثاني غطى على عبد الله السعيد. يعني يختار احسن لاعب العاب في الدور الثاني ناصر ماهر. وطبعا رجوعه ورجوع محمد شريف ورجوع اكرم توفيق للنادي الاهلي طبعا اضافه كبيره. مستر موسوماني بيبص للشباب وله نظره كويسه في اللعيبه. طبعا محمد شريف بالنسبه لمستر موسوماني لاعب سريع مع طاهر محمد طاهر، مع ناصر ماهر، مع صالح جمعه ان شاء الله. مستر موسوماني بيشكر جدا جدا في صالح جمعه، يقول لك لعيب كويس وموهبه وبس يركز في الملعب. ومستر موسوماني احنا متبشرين خير في الراجل ده، ان هيرجع اللعيبه دي كلها. لعيب زي ناصر ماهر ما ينفعش الاهلي يسيبه تاني اعاره، لعيب كويس وخطوه كبيره ان الاهلي يرجعه. خطوه كبيره برضو ان الاهلي يرجع محمد شريف ويرجع اكرم توفيق برضو في نص الملعب. والصفقات الجايه للدفاع صفقات برضو كويسه، لو كان بدري بنون او واحمد رمضان بكم لو الاهلي اتعاقد معاه. يعني في لعيبه كويسه، لازم الاهلي يركز على الدفاع شويه. الدفاع بتاعنا كله مصاب. والتوفيق ان شاء الله في مباراه الوداد. احنا بامانه يعني متبشرين خير ان احنا باذنك يا رب يوم السبت هنرجع بنتيجه ايجابيه. ده ما كناش ان شاء الله هنتقدم 2-1 باذنك يا رب. انا متبشر كده ان النتيجه 2-1 للاهلي باذن الله، يا 2-1 للاهلي يا 1-1 اقصى حد. يعني يا 1-1 هناك في المغرب، يا 2-1 للاهلي باذن الله. انا متبشر خير. لعيبه الاهلي لعيبه رجاله، ثم المدرب بيقول للعيبه اقصى ما عندهم. وطبعا وجود كابتن محمود الخطيب في بعثة النادي الأهلي طبعا هتخلي اللعيبة تلعب بحماس وتخلي اللعيبة تلعب كويس وتجيب أقصى ما عندها. احنا عايزين نرجع بإذن الله بإذن الله. أنا متباشر وبقولها على مسؤوليتي. أنا واثق في ربنا ثم في لعيبة الأهلي إن شاء الله. هنرجع من هناك يا بنتيجة 1، وأنا متوقع نتيجتين، يا 1-1 يا 2-1 للأهلي بإذن الله. 2-1 للأهلي. وما تنسوش اشتراكاتكم في القناة ودعمكم في القناة. انا معلش انا دي فترة ما طلعتش فيديوهات لان القناة الاشتراكات بتاعتها قليلة، وانا بجهز حاجة وبجهز مواضيع كويسة جاية، وذاكرت في حاجات واخبار وكده عشان القناة تنجح والمشتركين تزيد. اشتراكاتكم في القناة ودعمكم للقناة، واعملوا شير ولايك وكده عشان اليوتيوب ياخد باله من الفيديوهات بتاعتي عشان اقدر اطلع لايف مباشر معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله. والتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي يوم السبت. التوفيق للاهلي ان شاء الله مع الوداد يوم السبت، نجيب بطاقة الصعود من هناك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.